بتتذكر حالك لما كنت تتحمس؟ بتتذكر وقت كنت تفيق الصبح وعندك حافز؟ تفكر، تخطط، تقول اليوم بدي أعمل هيك وهيك، وفجأة كل شي وقف وتجمد. حتى الأشياء يلي كنت تحبها صارت مملة، والناس اللي كنت ترتاح معهم صرت تبعد عنهم. صرت تحس إنه كل شي فيه تكرار، وكأنك روبوت آلي. وهذا الشي اسمه فقدان الشغف. ما في حدا تقريبا ما مر فيه، بس الفرق في ناس فهمته وتجاوزته، وفي ناس غرقت فيه بدون ما تعرف شو عم يصير معه. فقدان الشغف هو لما تفقد الإحساس بالحماس، بالاهتمام وبالرغبة. بتحس إنه كل شي حواليك صاير لونه رمادي، ما عاد تشتاق لشي، ما عاد تنبسط بشي، وكأنه جواتك صار فاضي. بطلت تتحمس لأي نشاط، حتى للأشياء يلي كنت تحبها. عم تنعزل أكتر، وما عم تحب تطلع أو تحكي مع حدا. ونومك إما زايد بشكل غريب أو ما عم تقدر تنام. بتحس حالك تايه ضايع، وبتسأل أنا شو عم أعمل بحياتي؟ بتفقد الإحساس بالمتعة، حتى لو ضحكت بتحسها مجاملة، وما عم بتحس بأي إنجاز حقيقي، كأنك عم تمشي ورا سراب. في أسباب كتيرة ممكن تخلي أي شخص يفقد شغفه: الضغط النفسي المزمن، والمسؤوليات يلي فوق طاقتك، الروتين القاتل، يوم ورا يوم نفس النسخة، خيبات أمل، سواء مشروع، حلم، علاقة ما مشيت مثل ما توقعت، تراكم تعبك النفسي بدون ما تفضي قلبك، مقارنة نفسك بغيرك، بتحس حالك إنك متأخر أو بلا قيمة، مراحل من الاكتئاب الخفيف أو العميق بدون ما تنتبه. طيب شو هو الحل؟ ما في عصا سحرية بترجع الشغف فجأة، بس في خطوات بسيطة ممكن ترجعك شوي شوي. أول شيء، لا تجلد ذاتك، لأن الشعور بالتعب النفسي مو فشل، هذا نداء من داخلك إنك محتاج توقف وتعيد ترتيب الفوضى يلي جواتك. وتاني شي، خفف التوقعات. لا تتوقع من حالك إنك تنجز أشياء ضخمة وإنت مو قادر تتنفس. ابدأ بشي بسيط، اركض، افطر، تحمم، طالع نفسك المحبوس جواتك. النصيحة الثالثة، جرب شي مختلف. كسر الروتين ضروري، أي شي جديد ممكن يعمل فرق. مكان جديد، مشي بشارع ما بتعرفه، ارجع لذكرياتك القديمة. شو كنت تحب تعمل؟ شو كان يفرحك زمان؟ ارجع لهوايتك القديمة، لاهتمام بسيط تركته ونسيت ليش كنت تحبه. جرب تحكي، حتى لو ما عندك حدا، احكي، سجل صوتك، اصرخ، اكتب، عبر. التفريغ بيريحك أكتر مما بتتوقع. اعمل فاصل من الضجيج، بعد عن الناس السامة، وبعد حتى عن السوشيال ميديا ولو لفترة، وركز على قلبك، على نفسك، وعلى صوتك الداخلي.
فقدان الشغف مو نهاية، هو مجرد نهاية مرحلة، بس أحياناً بتجي بصمت قاتل، وبتحتاج منك إنك توقف وتقول أنا تعبان بس ما رح أستسلم. رجع نفسك شوي شوي، لا تستعجل ولا تقسى عليها. كلنا منعيش بلحظات ضعف، بس اللي بيتميز هو اللي بيوقف وبيكمل. إذا وصلت لهون فهالشي بيسعدني. شارك الفيديو مع حدا ممكن يكون محتاجه. دمتم بخير وبأمان الله.